ليه النادي اصلا استثماري. قعد يقول لي انت هتدفع مبلغ بسيط عباره عن 3000 جنيه هتاخد مقابلهم ماتشات وديه والتأمين بتوع الدوري وان انا اتقيد في الاتحاد ويطلع لي كارنيه بتاع المسابقه وترابيزات بلياردو وبنج. قصدت توديني وتجيبني الماتشات اللي خارج ارضنا. انت راجل ذوق. الله يخليك يا باشا. الله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. وقعد يفهمني ان ال 3000 جنيه دول ولا حاجه وانه ما بياخدش فلوس في جيبه يا عيني وان كل الفلوس خارجه عنه. بتكتب يا عم انت؟ ده بيكذب. ما اقتنعتش قوي بصراحه، بس ابتدى يلعب تاني على حته ان انا سني كبر وان هي سنه واحده، فبدل ما تبطل كوره ادفع فلوس احسن. انت بتهددني. بصراحة أقنعني وللأسف ضحك عليا بكلامه وضعفت ورحت نادي تاني. أصل بصراحة يعني مين ما كانش حلمه إن هو يبقى لعيب كورة. رجعت تاني التمرين وابتديت اتمرن وادفع ايجار الملعب وكل مره يلففنا حوالين الملعب لغايه ما نفسنا يتقطع ويرص لنا شويه كنزات كده وإيماع على الارض وننزل تقسيمه اخر نص ساعه ونروح وندفع. طب ايه اعمل اي حاجه، اي جمل، ادينا محاضره، اضحك عليا باي حاجه، انت هاخد فلوس مش قليله. بصراحه ساعتها انا كنت مبسوط، كان عندي 16 سنه وبلعب في نادي وكابتن الفرقه وكل يوم رايح النادي وراجع من النادي والدنيا ماشيه معايا زبادي خلاط لغايه ما جه وقت لم الفلوس. هات الفلوس اللي عليكم يا رجاله عشان المره الجايه اجيب اساميكم.